ليه ما بحبش ال 750 تي اي الكارت الاكثر انتشارا في السوق المصري؟ مش بهاجم الكارت ده والله بدون سبب، بس في بعض اسباب يخلوني اكرهه وما انصحش بيه. اولا هنبدا بالمواصفات. الكارت ده انتاج 2014، يعني عدى عليه 11 سنه، يعني اتهلك شغل والمفروض يطلع المعاش دلوقتي، وانا لحد دلوقتي ما اعرفش انفيديا بتدعمه ليه. غير كده 2 جيجا 2 جيجا في رام في 2025، ده في خناقات في جروبات الهاردوير بسبب ان 8 جيجا في رام ما بقتش كافيه لل 1080. فانت متخيل كارت 2 جيجا هيعمل ايه دلوقتي؟ الكارت كمان اخره دايركت اكس 11، وده بيخلي بعض العاب ما تفتحش عليه حتى. دي اسباب هاردويريه. انما الاسباب التانية بقى مرتبطه بالسوق المصري. المواصفات الضعيفه دي بتتباع حاليا بقرب ال 2500 جنيه. ليه؟ هتقولي العمله وتكلفه الاستيراد على التاجر. هقول لك ان الكارت ده بالذات بيتباع باقل من 2000 جنيه من اي يوزر، ومش شرط ان انت تروح تجيبه من تاجر جابه بتكلفه عاليه. ما تخافش، الكارت ده لا متعدم بيه ولا في نسبة خطورة ولا بوظان. اشتريه، اعمل اختباراتك عليه صح، ومبروك عليك. طب امتى انصح بيه؟ لو جهازك استيراد والباور على القد، وفي نفس الوقت بروسيسور معقول من الاجيال القديمة، وعايز تلعب العاب تنافسية مش اكتر. لان خد بالك مع 750 تي اي انت بتاخد تجربة 1080 على اقل اعدادات في العاب القصة او التريبل اي من 2018 لتحت، والالعاب التنافسيه زي فالورنت وفورتنايت وسي اس جو هتقدر تلعبهم على 1080 بفريمات كويسه جدا، و720 على الالعاب اللي بعد 2018 بفريمات معقوله في حدود من 30 ل 40 فريم. اي لعبه نزلت بعد اللي انا قلت عليه ده الكارت هيديك فيها تجربه وحشه جدا، سواء كجرافيكس او فريمات. الكارت ده اصلا وقت ما نزل كان له بادجت وفئه اقتصاديه، فما بالك بقى لما يعدي على كارت اقتصادي 11 سنه. لو عايز بديل وقريب منه السعر او اغلى حاجات بسيطه، فممكن تشوف الجي تي اكس 960 ال 4 جيجا. ما تنساش تعمل شير ولايك للفيديو، ولو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت في الكومنتات وانا عينيا ليك، وما تنساش تفولو الكمبيوتر انجي.